مفيد للجهاز الهضمي. وتعالوا بقى نبتدي نشوف هنعمله ازاي. هنجيب كوباية عرقسوس من عند العطار، عليه نص معلقة صغيرة بيكربونات صوديوم. بس هما دول المكونين طبعا. هنجيب المية بتاعتنا نعجن بيها ازاي. ننزل بالمية كده ونقلب المكونات مع بعضها كده. بعد ما عجناه كله خلطنا المكونات مع بعضها، هنسيبه بقى يرتاح نص ساعة. هرجع لكم تاني هقول لكم هنعمله ايه بعد نص ساعة. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أحدث فيديوهاتنا. دلوقتي هنجيب العرقسوس بعد ما سيبناه نص ساعة، هنحطه في قماشة كده نضيفة. هنفضي الكمية كلها. طبعا شايفين لونه غمق عن مكان اول ما كويس. نجيب دورق نحط فيه ميه. دلوقتي ربطناها للشاشة، نحطها في الدورق كده ونقلب. هنسيبه شوية على ما يخرط في المية، بعد كده نصبه في الكوبايات ونشرب. هوريهولكوا برضو بعد ما يخرط شوية شكله هيبقى عامل ازاي. ده شكل العصير بتاعنا بعد ما قعد 4 ساعات وخرط. شفتوا طبعا شكله اتغير ازاي. وانتوا كمان لما تيجوا تعملوه لازم تعملوها قبلها بكام ساعة عشان يديكوا نفس النتيجة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.